دخلت اول افلام عيد الفطر المبارك يا بتوع افلام، فيلم هارلي من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة. وزي ما انت شايف في العنوان كده بقولها من الاخر، فيلم رجعوا لي 100 جنيه بتاعتي. ايوه هنعرف ليه، هقول لكم كل حاجة في الحلقة. بس عموما قبل ما ابتدي الحلقة طبعا يا بتوع افلام تفهموا كل الموضوع، وهقول لكم اللي انا شفته، ولو انتم موافقين عليه على عيني وعلى راسي، ومفيش اي مشكلة، ما فيهاش اي حاجة. المهم ان احنا ما نتخانقش مع بعض، نتناقش مع بعضين. بس قبل ما ابتدي الحلقة بقى طبعا يا بتوع افلام عايزكم تظبطوا لي لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، قبل اي حاجه، قبل ما اخش الحلقه دي، محبين محمد رمضان، عارف ان انتوا تحت في الكومنتات هتقولوا لي شيل محمد رمضان من دماغك وبقى كفايه يا اخي، حقد الراجل ناجح ومكسر الدنيا وبتاع. لما عمل جعفر العمده قلت ان هو ناجح وقلت برافو وتمام وزي الفل وكل حاجه، بس محتاج تغيير الادوار لانه دوره مكرر على طول، ان هو شاب الجامد الجدع اللي كل البنات بتحبه، ان هو جامد في كل حاجه وفي الاخر ينتصر في كل حاجه لانه هو جامد. فانا كنت بتمنى ان هو يغير في الادوار، وده الطلب اللي انا طلبته، لكن في الاخر قلت ان مسلسل جعفر العمده جامد وبرافو محمد رمضان وكل حاجه. فاي حد بيتخيل ان انا حاقد على يا جماعه محمد رمضان ايه محمد رمضان ممكن ما يكونش بيشوف اساسا الحلقات ولا بيشوف اي حاجه ولا همه اي حاجه ومش في دماغه اي حاجه في كل الكلام ده. احنا عمالين بنحرق بنزين في حاجات يعني ما علينا. فانا هتكلم بقى يا جماعه عن تجربتي مع فيلم هارلي لمحمد رمضان. بصوا، قبل اي حاجه لازم نقول مين مخرج العمل. مخرج العمل محمد سمير، يعتبر ده اول عمل فيلم مصري كامل يعمله، وقبلها كان مخرج كليبات. اما الفيلم من تاليف 2، انا مستغرب ان 2 اشتركوا في القصه الخطيره دي، وهو محمد سمير مبروك وايضا هند عبد الله. محمد سمير مبروك قبل كده قلنا ان هو عمل فيلم عبده موتة، وقبل كده عمل هاشتاج جوزني وحاجات من نفس النوعيه دي. انا بقى اللي مستغربه المؤلفين اللي على كل راسي وعلى يعني على راسي وكامل الاحترام ليهم، هند عبد الله ومحمد سمير مبروك. انتوا 2 اشتركتوا في القصه دي، يعني فردين اشترك في، يعني بجد في يعني يا ترى نعمل ايه يا هند؟ يا ترى هنعمل ايه يا محمد هنا؟ لا يا محمد احنا محتاجين حبكه هنا عشان يا جماعه احنا بنهرج. بصوا ايجابيات الفيلم، نخش طبعا على ايجابيات الفيلم. اول حاجه ايجابيات الفيلم ان جمهور محمد رمضان، اي جمهور لاي نجم بيفضل بيحب له اي حاجه حتى لو ايه، هيحبوا الفيلم طبعا، هيحبوا النوعيه دي من الافلام. وجمهور العيد اللي بيحب يشوف محمد رمضان يقاتل وجامد وتاخد منه سلوجانز قد ايه وصايع وكده، وتشوف محمد رمضان وهو جامد وبيكسر المكان كله بايد واحده والكلام ده، وعايز تسقف وتقول ايه وبتاع، خش الفيلم ده هيعجبك جدا. والجمهور ده يحترم وعلى الراس لانه في الاول وفي الاخر جمهور، في الاول وفي الاخر. اما سلبيات الفيلم بقى، يعني ده ايجابيات الفيلم بالنسبه لي. اما سلبيات الفيلم، بصوا يا جماعه، انا يعني معلش لو انت عايز تحرق القصه والقصه انت مش قادر وبتاع، فانا هحرق قصه الفيلم وانت اتفرج على فيلم هارلي. فانا اوقف من هنا لان انا ممكن احرق لك حاجه انت مش عايز تعرفها ومهتم جدا تشوف الفيلم والكلام ده، لكن انت خلاص عرفت انطباعي عن الفيلم ايه، فوقف هنا روح اتفرج على الفيلم. اديني نوهت اهو، فانا بتكلم دلوقتي اهو نتكلم. انا طول عمري بقول ان محمد رمضان ما بينوعش في ادواره لانه على طول بيقدم نفس الشخصيه. متخيل قصه فيلم هارلي ايه؟ من بوستر لمحمد رمضان على الموتوسيكل وفي ظهره مي عمر، وفيلم لمحمد رمضان وبيسوق موتوسيكل هارلي وهو اسمه هارلي. قول لي يعني انت كده، انا هديك لمده 10 ثواني متخيل قصه الفيلم ايه؟ صح، اي نعم صحيح فعلا اللي انت بتقوله ده صح، واللي انت متخيله معايا ده صح. محمد رمضان في فيلم هارلي قايم بدور واحد جامد جدا، شهم جدا، جدع جدا، لص جدا، بيسرق جدا، وصايع جدا في السرقه، وفي نفس الوقت خير، وفي نفس الوقت طيب، وفي نفس الوقت كل البنات بتعشقه، كل البنات بتموت فيه وتتمنى ان محمد رمضان مجرد يلمسها كده، او مجرد ان محمد رمضان يديها خصله من شعره بس عشان تشوف الخصله من كتر ما هو جامد وقد ايه هو مثير وخطير وكل الكلام ده. هتلاقي تحت في التايتل انها كاتب لك بلس 18، لان هقول لك الالفاظ اللي اتقالت في الفيلم وانت احكم، عشان انت ما تقوليش ايه ده يا احمد انت قليل ادب وبتاع. الفيلم للجمهور العام، فده يعني ده مصرح
بالرقابه الالفاظ اللي انا هقولها لك، فانت لو انت شايفها جارحه انا كاتب لك بلس 18 من البدايه عموما. وزي برضو ما انت متخيل في القصه، مي عمر شافت محمد رمضان بعد ما سابت خطيبها بيوم، وشافت محمد رمضان ما قدرتش تمسك نفسها، فقالت له لا تاني يوم انا لا الموتوسيكل بحجه يعني الموتوسيكل بتاعي بايظ، فتعرفت على محمد رمضان، حبيته في نفس اليوم عشان محمد رمضان جامد جدا وخطير جدا وقوي جدا ولذيذ جدا، فحبيته في نفس اليوم. ما قدرتش تمسك نفسها يعني ما ينفعش ما ينفعش الموضوع ده. وهو كان شغال لسه تحت الفنان محمود حميده، وعشان ما احرقلكش التويستات يعني اللي عايزين يقولوها في الفيلم، محمود حميده يعني هو الفيلن، فخطف مي عمر، فمحمد رمضان نط لها بالحبل واخدها ونط بالحبل وبتاع، وخلص الفيلم زي ما انت برضو اديتك ال10 ثواني مهله تفهم ايه اللي هيحصل في نهايه الفيلم. نهايه الفيلم اغنيه هارلي هارلي، ومي عمر لابسه الفستان الابيض، وهارلي هارلي 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 يعني انا بقول لك هارلي كده كتير لان مثلا كل 5 دقايق من الفيلم محمد رمضان يقف بوز كده وتسمع اغنيه هارلي هارلي وهو بيمشي مثلا بالموتوسيكل، وبعديها يقوم مولع السيجاره، يقوم مولع الولاعه بتاع كده لو انتوا عجباكوا النوعيه دي من الافلام وبتحبوا الحاجات دي، رأيكم على راسي ويحترم على الدماغ، رأيكم يحترم، ولكن أنا يعني ضد يعني إن ده ممكن يتقال عليه فيلم حلو. بصوا يا جماعة، في أفلام تجارية بتبقى بوب كورني جميلة، في مليون فيلم تجاري يا جماعة، لكن لو أنت عجبك نوعية الفيلم التجاري ده وشايفه حلو فهي أذواق والله العظيم أذواق يا جماعة. يعني الفنان محمد رمضان لو شايف ان الفيلم ده جامد وشايف ان ده الصح، انا خارج بصوا يا جماعة، عارف ان في ناس هتقول لي انت بتفترق، عارف اكيد لان الدنيا أذواق، عارف ان في ناس تحت هتكتب لي في الكومنتات على فكرة يا ابو حميد انت جاي على الفيلم قوي، انا دخلت الفيلم واستمتعت وعادي وبتاع، رأيك، بس انا خارج من الفيلم انا والله العظيم 3 ما بتبلى، انا بحلف بالله اهو، اقسم بالله مهاب خرج بعد تلتايه. انتوا عارفين ان مهاب زميل رجعوا لي 100 جنيه بتاعتي، الراجل قلت له بقى عيد بقى يا مهاب بقى، كل سنه وانت طيب بقى وهعزمك ويلا بينا بقى يا مهاب خلاص عشان خاطري، وهو يعني دخل تلت ساعه قال لي حماده حاجات بقى في الفيلم انا مش فاهم والله بجد، وقصه الحب اللي بين محمد رمضان ومي عمر اللي مش مفهومه تماما حصلت امتى وازاي وفين، حب يحط لك درس توعيه في النص ان هو بصوا قد ايه قدوه والمخدرات وحشه، وفي نفس الوقت بقى بين لك ان هو بعد ما بقى كويس بيشرب خمره وبينام مع بنات. ايوه محمد رمضان اغلبيه الفيلم كان بينام مع بنات وده اللي بيحصل، انا ما بقولش حاجه بعيده، وفي نفس الوقت بقى نوعيه الالفاظ اللي انا بقول لك عليها، زي ما انتقدنا احمد حلمي جدا في فيلم واحد تاني وقلنا ان الفاظ عشان ما حدش يقول لي ايه ده طب ما احمد لا انتقدنا احمد حلمي، وانت عارف ان اغلبيه جمهورك عائلات على الاقل يبقى بلس 18 وبتاع، ولكن طبعا بما ان يعني بيركب موتوسيكلات، فطبعا اكتر الالفاظ اللي كانت موجوده في فيلم ركوب، واللي هو جو انا عايزه اتعلم اركب، ايه ده عايزه تركبي ايه بالظبط وبتاع، بصي لو فكرت في يوم ونويت اركب اول واحده افكر ان انا اركب معاها انت. وطبعا موضوع الركوب ده كان موجود كتير جدا في الفيلم، وطبعا مشاهد كده كوميديه ما بينه وبين الفنان محمود السيسي، الراجل ده من كتر ما انا بحبه وفعلا كنت بحب فيديوهاته جدا على الفيسبوك، انا مش عارف ايه التنقيق، يعني انا مش عارف ايه الادوار اللي هو يعني انا مش فاهم الدور ده هو عجبه في ايه، ولا هو خلاص هو ممكن اللعيبه اللي هو انا هطلع مع محمد رمضان في حاجه حلوه وبوش قدام، يعني ما اقدرش اقول له حاجه، ولكن دوره ما عجبنيش تماما، ما حسيتش فيه باي ضحك الصراحه. وطبعا محمود السيسي قايم بدور اللي هو الايد اليمين بتاع محمد رمضان، فبنت داخله على محمد رمضان، فمحمد رمضان يقول لمحمود السيسي اقفل بقى علينا بقى الجراج عشان نديها رقم الجديد 01 كمان واحد. بالمناسبه بعد المخدرات وبتاع عشان الرساله المبشره اللي انا قلت لك عليها، محمد رمضان كان بينام مع بنات وكان بيشرب خمره درينكس عادي يعني، بس يعني انا مش جاي عشان اقول التربيه وان محمد رمضان مفسد البتاع والكلام ده، انا ضد الكلام ده. ونيجي بقى دلوقتي عند اهم نقطه بالنسبه لي في الفيلم ده، الفنان محمود حميده
كل التقدير، الراجل تاريخ واشتغل مع عمالقه ويعني فاهم الفن كويس وعاش العصر الحلو. ماشي، هو معتبرها مهنه، في اي دور يجي لي اخده وخلاص، ماشي. لكن انت فنان كبير، انا مش فاهم انت يعني ليه بتعمل كده، وليه تخلي ان في ناس تشكك اللي هو طب هو الفنان الكبير محمود حميده هو عمل ايه قبل كده ادوار جامده قوي 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 تخليني يعني اقول عادي؟ طب ما هو عادي يعني يعمل الافلام دي. ركزوا على اختيارات الفنان الكبير محمود حميده اخر 5 6 7 سنين. انا مش عارف، ممكن فيلم فوتوكوبي في النص كان حلو، دي ايوه دي النوعيه بتاعت افلام محمود حميده او نوعيه المسلسلات اللي يشارك فيها محمود حميده. لكن ايه الدور ده، وايه اللبس العبثي اللي كان لابسه ده، وايه ايه ده؟ انا مش عارف والله الصراحه. والفيلم بتحسه كليب كده كل شويه هارلي، مش عارف. انا بصوا يا جماعه، في الاول وفي الاخر انا ما اقدرش اقول لك ما تخشش الفيلم، في الاول وفي الاخر هي اذواق واراء. في ناس ممكن يبقى بالنسبه لها يا سلام انا عايز اعيش ان انا ابقى هارلي، عايز ابقى اجمد واحد في الدنيا. وطبعا اغلبيه الفيلم طبعا كله بيتكلموا على هارلي، لو هارلي مش موجود هنتكلم على هارلي، ولو هارلي موجود معانا هنتكلم قد ايه هارلي جامد. يعني واحد صاحب محمد رمضان دخل على محمد رمضان قال له ايه يا هارلي، لا تعالى بقى يا هارلي الحفله دي فيها نسوان جامده جدا محتاجه هارلي، محتاجين هارلي. لو انتوا شايفين ان انا كاره محمد رمضان او ان انا ما بحبوش لله كده، انا دخلت الفيلم ده. لو انتوا شايفينه حلو ولو انتوا عاجبكم طبعا رايكم يحترم وعلى راسي، ويبقى الغلط مني عادي. خشوا وشوفوا الفيلم وشوفوا براحتك. طبعا ما اقدرش اقول لك ما تخشش الفيلم، شوفوا وقولوا لي ايه الكلام. لو عجبكم النوعيه دي طبعا ذوقكم يحترم، والذوق العام هو اللي يحترم في الاول وفي الاخر. وتقييم الفيلم هارلي هو 3 من 10. و3 من 10 عشان ممكن اكون ابتسمت في مشهد مثلا لمحمد رمضان. شوف بقى انا بقول لك وحقاني ازاي. وبس بتوع افلام ده اللي انا اقدر لكم على فيلم هارلي من بطوله الفنان محمد رمضان. واهم حاجه رايكم يا بتوع افلام، ايه اكتر فيلم بتحبوه لمحمد رمضان؟ هل شايفين ان محمد رمضان عمره ما هينجح غير مع محمد سامي؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. وبالمناسبه ده اول فيلم اخش لمحمد رمضان في السينما، وعشان كده ممكن يكون ده اول فيلم اتكلم عن محمد رمضان. لا كنز بس هو كان كنز برضو بطوله جماعيه مش بطوله محمد رمضان. وبس ده اللي اقدر اقول لكم بتوع افلام على فيلم هارلي. واتمنى طبعا تسيبوا كومنتاتكم تحت وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقه دي تشيروها في كل حته، واتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.